من علامات الوقف أيضا في المصحف علامة صلة كما نرى، وهي أيضا كلمة منحوتة معناها يجوز الوقف والوصل أولى. يجوز الوقف والوصل أولى. نرى مثالا على هذه العلامة، وهي علامة جواز الوقف مع كون الوصل أولى، كقوله تعالى أيضا في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فيصح جعل جملة فارجع البصر هل ترى من فطور مستأنفة. لما نقول مستأنفة معناها كلام جديد، وبالتالي يصح الوقف على من تفاوت، وبالتالي يبتدأ بعبارة فارجع البصر. إلا أن التحدي في قوله فارجع البصر راجع إلى خلق الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر إلى خلق الرحمن هل ترى في خلق الرحمن من فطور، يعني بمعنى من خلل، من عيوب. إذن التحدي في قوله فارجع البصر راجع إلى خلق الرحمن في الجملة قبله، مما يجعل الوصل أولى. لماذا؟ لشدة الاتصال بين المعنيين. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن المعاني هي دائما التي تسوق العلماء لوضع العلامة، أو هذه العلامة أم هذه العلامة، يراعون المعاني ويراعون يعني دقائق المعاني. نعم، بالنسبة لنا، بالنسبة للقارئ العادي، كلما وجدت علامة غير علامة لا فقف، وجدت صلة قف، وجدت قلا قف إن شئت، كله مقيد بكلمة إن شئت. وجدت ميم قف، وجدت جيم قف إن شئت. أما إن لم تشأ وحبيت تصل صل. المهم لا تدع وقفا على علامة ثم تقف على كلمة ليس عليها علامة، لأن وقفك على كلمة ليس عليها علامة غالبا، ولا أقول دائما، غالبا سيكون على كلمة الوقف عليها قبيح، أو المعنى ناقص، أو الإعراب لم يكمل، يعني فيها عيب من العيوب النحوية أو المعنوية. لكن في بعض الأمور ليس عليها علامة وقف في المصحف ويصح الوقف عليها، يعرفها من له تعمق وتذوق للغة وممارسة ودربة طويلة مع الكتاب المعظم وعلم الوقف والابتداء والغوص في كتب التفسير وما شابهها.